اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه واجمعين. ايه رايكم؟ تيجي كده ندوق. خلينا كده اول الفيديو كده ندوق نشوف ايه الدنيا شويه معانا. نغير بقى بدل البدايه ما تبقى صوره. ايه رايكم؟ ده تاكو. تمام. قد ايه جميل جدا. وعملناه بلحمه مفرومه، وطعمه بصراحه كان تحفه وهايل جدا. حتى العيش بتاعه انا عملته في البيت، يعني انا ما اشتريتهوش جاهز من بره. شفتوا بقى الدريسنج بتاعه البيك تيستي. برضو عملت البيك تيستي في البيت، ما جبتهوش معلب من بره. حطيت عليه ترنشات بصل على ترنشات طماطم. تمام. والخيار المخلل معانا، انا برضو عامله المخلل برضو جايباه عملناه في البيت. حلو قوي وتحفه وطعمه حلو جميل ومفيهوش مفيهوش اي دوشه. هي بس الخطوات بتاعته عشان انا عملت العيش بتاعه في البيت، فيمكن خدت خطوة زيادة معايا شوية. طبعا هنا انت عايزة تضميه بقى كده وتديله صدمة كمان عشان يقرمش اكتر والعيش يلم. زي ولادي ما بيقولوا لي يا ماما احنا بنجيبه كده ملموم من بره كده، يعني مفتوح سيكة، مش اللي هو مفتوح قوي ده. فانت اعملي له صدمة وقرمشي العيش بزيادة. وممكن تحطيه، انا حاطاه طبعا هو مديله قرمشة من ظهر العيش بس مش قوي، يعني ممكن تحطيه زي ما انا حاطاه كده متطبق ماشي، وتديله صدمة يمين وشمال. طبعا مديله طعم وطراوة، وطعمه بصراحة كان هايل جدا يعني. مفهوش اي افتكاسات، هي الاكلة بسيطة وخفيفة، مفيهاش تركات وخطوات كتيرة ولا حاجة. ايه رأيكم؟ تيجوا نشوفوا هنعمله ازاي مع بعض. جاهزين؟ يلا بينا. هنا معانا طبعا خطوة الدقيق بتاع العيش بتاعه. عملناه، حطينا طبعا الدقيق معيارة مثلا 4 كوبايات دقيق على ذرة ملح بس، ومية ويتعجن كده بس من غير لا خميرة ولا بودر ولا حاجة. بس انا هنا حطيت له اضافة في الاخر، يعني برضو حطيت له مادة دهنية عشان حسيته انه يبقى ايه، يعني ما تبقاش اللقمة ناشفة قوي او قاسية قوي مش متطعمة بحاجة. هنا حطيت معلقتين صغيرين ملح او معلقة كبيرة، ده او ده. طبعا الدقيق نخلينه طبعا ومتأكدين منه. بس طبعا كل دي بيختلف من التاني، من نوع للتاني. بيستقبل مية معانا قد ايه هنشوف دلوقتي، وهقول لكم خد معايا مية قد ايه. هنا ال4 كوبايات دقيق خدوا معانا كوبايتين مية. بس طبعا بديله المية حبة حبة، مش بنزل بيه كله مقدار مرة واحدة. يعني في الاول كده اديته كوباية على بعضها مرة واحدة، وبدأت الكوباية التانية احطله ربع في ربع لحد ما اشوف الدنيا معايا ايه. انت ممكن يحتاج معاكي اكتر، ممكن يحتاج معاكي اقل، حسب بيختلف من الدقيق من نوع للتاني. يلا حبايبي، لايك وشير يلا معايا، وشجعوني بكلمة لطيفة منكم عشان نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن، ونصلي على الرسول ناخد الثواب احنا وانتوا ان شاء الله عليه افضل الصلاة والسلام. هنا معانا المية طبعا بحركه، بحاول بعجن واحدة واحدة. انا مش عايزاه لا دي قاسي قوي، العجينة تبقى قاسية او تبقى ملزقة قوي، لا عايزة ايه وسط كده. بفضل اعجن كده الم الدنيا شوية وانا في الطبق شغالة، وبعد كده هنقله بره على البورد بره. تمام. هنا احتجت معلقتين دقيق فزودت في الاخر انا معلقتين دقيق لما لقيت ايه الدنيا برضه عايزه الم ايدي من العجين. تمام. انا بحب يا جماعه المس اعجن بايدي عشان احس بالعجينه اكتر. هنا معلقه زبده، وفضلت كده ايه ادعك برضو كده شويه، الم العجينه تاني عشان خاطر الزبده تخش فيها. مش بحب بصراحه البس جلافز في العجين قوي، مش بحب عشان احس بالعجينه تحت ايدي عامله ازاي. بعد ما اتلمت ونعمت معايا سبتها كده، عملت لها رول، وبعدين رشيت على المفرش بتاعي دقيق وعملت كور صغيرة على قد ما انا عايزة. وهنا فردت اول واحدة وبدأت افرد معايا، ومجهزة الطاسات بتاعتي عشان احط عليها على طول. تمام. هنا معايا كده جهاز هوريهولكوا، يا ريت حد يقول لي
يعني يا جماعة انا جبته عشان استخدمه، بس للاسف ما فردش معايا العجين زي ما انتوا شايفين كده. انا اللي فردها جواها، مش الجهاز اللي فرد. ده جهاز مدور كده، ومفروض بطبق الوش عليه واضمه يفرد معايا. لا، ما عملش خالص معايا ده. طبعا هنا سجايس السيجان بتاعتي الطاسات، وعملت، يا ريت لو حد يعرف الجهاز ده يستخدمه ازاي. انا عملته مره على الناشف بالدقيق. شوفوا هنا شوفوا هنا الرقط معايا الطريقه ازاي. شوف العجين طالع ما شاء الله، المخبوز معايا جميل جدا زي عيش التورتيلا كده، وعاملاه مدور صغير مش عاملاه مدور كبير. وهنا لميته على بعضه عشان ما يبقاش الناش ما ينشفش معايا، وغطيت عليه. الجهاز ده مره دهنتله زيت ومره دهنتله دقيق، بس ما فردش معايا. فياريت لو حد عنده فكره يقول لي استخدمه ازاي، مش عيب، عادي جدا. هنا جبت بوله وحطيت معلقتين صلصه صغيرين ومعلقه خل كبيره عشان اعمل البيك تيستي اللي بيتعمل بره في اشهر مطاعم، وجميل جدا وحلو، ولا بشتري جاهز ولا حاجه. هنا مقطعه، يعني قولي ايه، اخد معلقتين خيار مخلل متقطعين قطع ناعمه جدا، ناعمه جدا على قد ما تقدري. يعني عرفتي تقطعيه بايديكي، عرفتي تعمليه في الكبه، مش مشكله. ومعلقه بصل مفرومه برضو. يعني الخيار عندي مخلل، وهنا البصل عندي ناعم من اللي هو البصل الني العادي. تمام. وهنا حطيت معلقتين كاتشب كبار، ومعلقه مستردة كبيره. وحطيت هنا بعديها كده ايه نص معلقه سكر، لان هو المفروض ان الحاجه دي بتبقى ايه، يعني مش حادقه، بتبقى مديها سن التسكيره كده. ده الدريسنج بتاع البيك تيستي اللي انا بستخدمه. تمام. طبعا انا اكتشفت ان انا ما عنديش كوبايه زبادي، فجبت كوبايه لبن دفيتها وحطيت عليها معلقه خل كبيره، فطبعا بقى عندي كوبايه زبادي. سهل جدا ان احنا نحل يا جماعه، والله المواضيع مش معقده قوي يعني. ضفت هنا الخيار المخلل مع البصل المفروم، وهنا قلبته كويس معايا. هنا حسيت ان الخليط يا جماعه، انا بص بتكلم معاكم بامانه، يعني حسيت ان هو كان محتاج ان هو يبقى سميك شويه، وعايزه اكتره شويه عن كده. فحسيت ان الماده اللي معايا السايله ما كانتش هي يعني، حتى بعد ما ضفت الزبادي. فاضطريت حطيت هنا عشان اكون امينه معاكم، حطيت معلقه نشا كبيره، وضربت المكونات بالهاند بلندر. قلت منها نعم الخيار والبصل، ومنها الفه كده بالهاند بلندر، اعمل له ايه سماكه شويه، يبقى سميك شويه. تمام. هنا معايا كده قلبته كويس، وبعد كده عملت الخطوه دي. هنا جبت العيش التورتيلا اللي انا عملته في البيت بتاع التاكو، وحطيت هنا اللحمة المفرومة مباشر منه فيه على طول على العيش، بس اضغطي كويس عشان لما تحطيه في الطاسة تقدري تقلبي، تقدري تشيلي الرغيف على بعضه وتقدري تقلبيه، واللحمة متقعش منك جوه الطاسة. فلازم وانتي بتحطي تضغطي كويس، وبعد ما ترصيه تحطي رشة ملح وفلفل بس، مش بيحتاج اكتر من كده عشان ما يضيعش طعم اللحمة معاكي. تمام. هنا وبعد ما برشيته كله عشان تديله برضو الحدقية بتاعتها، اهتمي من الملح والفلفل. طبعا ايه بنبدأ نحطه في الطاسة السخنة، وبندهن بالفرشة كده زيت او زبدة اللي متاح عندك اعمليه. تمام. بعد ما تسخن كويس ابدأ احط التاكو على وش اللحمة بالظبط لحد ما يسخن ويدي لون، وتحسي ان هو استوى ويبدأ يفك من على الجريل عندك. تعرفي كده ان هو استوى اول ما يفك، تقلبيه على الوش التاني عشان يحمر، يدي تحميصة للعيش من تحت. ولما يدي تحميصة طبعا خلاص يبقى كده الناحيتين استووا، وبشيلهم على جنب. تمام.
وخلاص يبقى كده استوى عندي، مش محتاج اكتر من انك تاكليه. بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. ويلا حبايبي زي ما وعدتوني لايك وشير عشان نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن. بعد كده طبعا انا هنا خلاص ببدأ احس ان هو بضغطه كده على الطاسة وهي سخنة عشان اضمن سوى اللحمة. وخلاص هنا ببدأ اقلبه على الوش التاني، ومفيش ما بياخدش ثواني. والعيش بيديله تحميصة من تحت، لان العيش كده كده مستوي، بس انا بديله درجة لون او درجة تحميصة. والف هنا وشفا حبايبي، مع السلامة.